هو مش احنا اتفقنا ان جسمنا عنده قدره مذهله على الشفاء الذاتي؟ ولما التوازن يرجع الجسم قادر يعالج نفسه بنفسه. هكلمك عن الحاجات الوحشه الباد اكسبوزوم اللي لازم نقللها ونسيبها بعيد عن حياتنا. قائمه الممنوعات. ممنوعات يا صاحبي، ممنوعات يا صاحبي. ورقه وقلم وركز معايا. الاكل الصناعي المعالج، السكر والدقيق كتير، الزيوت المضره او الزيوت المهدرجه والمكرره. تاني حاجه السموم اللي حوالينا. تخيل من سنة 1900 لحد النهاردة صنع حوالي 84 ألف مركب كيميائي جديد، ده غير الأدوية اللي بناخدها عمال على بطال زي المضادات الحيوية، مضادات الالتهاب وأدوية الحموضة، مش لازم كل يوم يعني. 3. نتجنب أي مصدر العدوى ونحافظ على مناعة جسمنا، والأهم نتجنب أي مشاكل ممكن تسبب اختلال التوازن في البكتيريا النافعة في الأمعاء أو الأكل اللي بيسبب حساسية. رابع حاجة روتينك اليومي. تجنب الخمول، الإجهاد المزمن، الوحدة، بيخلوك تحس بالإرهاق والمرض أسرع. خلينا نحسبها. قلل الحاجات المضرة، حرك جسمك بشكل منتظم، اهتم بعلاقاتك، وهتلاقي صحتك بدأت تتحسن من جوه وجسمك بيشتغل معاك مش ضدك، وهتحس بالفرق على طول. وخليك متزن.